اللي دي كلها طرق مختلفة بتوصل نفس الرسالة للبنت. انتي واحتياجاتك ومشاعرك مش مهمين، المهم أنا صورتي أو انتي كامتداد ليا. والنتيجة الطبيعية إن البنات دول بيطوروا طرق عشان يتعاملوا مع الوضع الصعب ده. الكتاب بيركز على نمطين أساسيين، صح؟ أيوة بالظبط. النمط الأول هو اللي سمته ماري مارفل، أو البنت اللي هي فائقة الإنجاز. دي اللي بتحاول طول الوقت تثبت نفسها وتتفوق في كل حاجة، دراسة، شغل، شكل، عشان يمكن تاخد رضا الأم وقبولها. بس من جواها بتبقى حاسة بإيه؟ من جواها غالباً بتحس بفراغ رهيب، وبإحساس إنها لسه مش كفاية مهما عملت. ممكن تعاني من اللي بيسموه متلازمة المحتال. والنمط التاني؟ النمط التاني هو العكس تقريباً، نمط التخريب الذاتي. دي البنت اللي خلاص صدقت الرسالة الداخلية إنها معيوبة أو مش كويسة، فبتبدأ بشكل مش واعي طبعاً إنها تدمر فرصها في النجاح أو السعادة. ممكن توقع في إدمان أو اكتئاب أو تختار علاقات مؤذية أو تكرر نفس الأخطاء والفشل. وده بيأثر بشكل مباشر أكيد على علاقاتهم العاطفية لما بيكبروا؟ أكيد بشكل كبير جداً.